زيزو او الجون بتاع الزمالك الجزيري، الحركه بتاع زيزو في ماتش الاتحاد. طبعا يعني انا راجل اسكندراني حتى لابس اخضر اهو، يعني الاتحاد سيدي البلد، وانا قلبي بافته خضراء وبحب الاتحاد. ف طبعا اهلاوي في المقام الاول، لكن الحركه وبتاع ويقارنوها. انت ناسي ماتش دومونيكا وبتاع. بص، هي الحكايه انا عجبني تعليق شاب كده برضه على اليوتيوب بيطلع، زملكاوي هو، اسمه خفاجي، بيحب الزمالك وبيتعصب الزمالك جدا، بس الكلام قال لك مفيش مثاليه، ولا انت يعني هتعمل فيها المثالي وانا المثالي، الحكايه كلها انا فالحكايه تعدي يعني، الحكايه تعدي. لكن انت تربط وتقول لي اصلك انت ناسي جون دومونيك، لا ده جون دومونيك مش عارف، لا قصه جون دومونيك دي حاجه ثانيه. انا دلوقتي انت بتلعب مع الاتحاد، بتلعب مع اسوان، بتلعب مع الاسماعيلي، بتلعب معاه، والله عايز تعمل مبدا اللي هو اللعب النظيف والفير بلاي والكلام اللذيذ ده، اهلا وسهلا. مش عايز تعمله برضه براحتك، كل واحد وظروفه. اما تيجي تحاسبني على جون دومونيك انا، الدقيقه كانت 81 الجون جه او 82، واللعيبه الزمالك من الدقيقه 70 وهي خلاص بتقع وبتشحر، الكوره طلعت تماس، لعيب الاهلي حسام غالي جاي بيلعبها، بص للحكم، لعيب وقع على الارض، ايه قعد دخل له علاج وبتاع، الحكم قال له العب، وكان حكم الماني لانه شايف استعباط كتير قوي من لعيبه الزمالك وقتها، اللي حضر الماتش او فاكر الماتش او احداثه يفتكر، قال له العب، راح لعب، لعيب وقع على الارض، لعبنا وجبنا جول. طبعا دي زي دي ازاي وتلعبوا بتاع، الحكم نفسه هو اللي اشار ده. بس في حاجه معينه، هو انا ليه شفت ان جون دومينيك عادي يعني، او الجون بتاع الاهلي وقتها عادي، على الرغم ان الحكم شاور، كان ممكن لعيبه الاهلي تقف تقول له لا نعالج اللعيب. اولا كان الاستعباط واضح جدا من لعيبه الزمالك خلال الماتش ده. غير كده كان حسام حسن مدرب الزمالك، طبعا الكابتن القدير اللي لعب في الاهلي والزمالك حسام حسن، واخوه ابراهيم التوأم يعني. الماتش اللي قبليه على طول كنا بنلعب مع، كان حسام البدري هو اللي مسكنا الماتش ده، كان جوزيه، كان حسام البدري، وتعادلنا، واللي قبليه ماتشين قبل منه تعادلنا 3-3، وكسبنا الزمالك في الكاس 3-1. ماتش 3-3 ده واحده كوره اتضربت في وش بركات وهو رفيوع كده ومش عارف ايه، راح واقع والزمالك كمل وجاب جول. يعني انت عملتها فيا قبلها بماتشين. الماتش اللي بعده واحنا 3-1، لعيب الاهلي وقع، او لعيب الاهلي وقع، راح جاي حارس المرمى كان شريف اكرامي في الوقت ده، راح جاي شايط الكوره في التمس عشان العلاج يخش للعيب ده. كنا في الدقيقه 53 يعني في بدايه الشوط الثاني، كانت النتيجه لسه 2-1 تقريبا، مش فاكر بالظبط، بس احنا كنا لسه في بدايه الشوط الثاني، وضرب الكوره برجله طلعها تماس. راح حسام حسن متبرع ما شاء الله وقايم وجرى على اللعيب اللي هيلعب التماس، اوعى ترجع لهم الكوره، اوعى ترجع لهم الكوره، اوعى ترجع لهم الكوره. كانت واضحه جدا. فالماتش اللي بعديه مشى بقى البدري وجه جوزيه. الماتش اللي بعديه بنلعب مع جوزيه، في ماتش في الاول كان في الذهاب، مش فاكر والله البدري اللي دار ولا مين، يعني مش فاكر تفاصيل الماتش ده. الماتش الثاني مع جوزيه، اما لعيبه الزمالك بتستموت فيها وبتقع على الارض وبتاع، حسام غالي راح يلعب التماس، لقى الكوره، الحكم بيبص له قال له العب، اللعيبه دي بتستعبط، هو ده وجهه نظر الحكم. فانا لعبت وجبت جول، مش ببررها، هي زي ما انا قلت في الاول، لو حد يعني الناس اللي لسه داخله ورجعت سنه صغيره هتفهم ان انا بتكلم ان الحكايه ما فيهاش مثاليه، كل واحد بيقدر. لكن انا نفسي على خلال مباريات في الحقبه دي، في الفتره دي اللي هي كانت 2010 2011، في الفتره دي الماتش اللي كانت بيني وبينك انت ما كنتش بتمشي بالفير بلاي، ما كنتش بتمشي بالفير بلاي، باللعب النظري. انت نفسك لعيب بركات وقع ما طلعتلوش الكوره ورحت جبت فيها جول، والكوره اما الحارس بتاعي انا طلع الكوره تماس عشان اللعيب يتعالج، امرت كمدرب او منظومه الزمالك او لعيبه الزمالك ان الكوره ما ترجعش، المفروض انت بقى ترجع لي انا الكوره عشان انا اللي مطلعها، قال لهم ما ترجعوهاش. فالفتره دي كانت فيها صراع جامد جدا، كالعاده بيعمل حسام حسن، يحب يعمل الصراعات والحاجات دي زمان يعني، برضه كده يمكن دلوقتي ربنا هداه كتير، بقالنا كتير ما نسمعش عنه مشاكل، كان يعني لسه العصبيه فيه. الفتره دي ساعتها كان ان انا اما انت لعيب عندك هيقع انا مش هطلع لك الكوره، كانت فتره محتدمه ما بيننا. فما تاخدش اللقطه دي، لا طب ما تبص على توابعها، او بص الفعل ده كان رد فعل لايه؟ لاهل فعل. فانك انت تشبه اللقطه بكوره دومينيك وتقول اصلك ما انت شفت دومينيك وعملته، كانوا اتنين لعيبه واقعين وبتاع، طب ما انت كان في لعيبه بتبقى واقعه عندي وجبت جون، وفي لعيبه انا مطلع الكوره بره مستنيك تديهاني كروح رياضيه، والحبشتكنات دي ما اديتهانيش، والمدرب بتاعك قال لك ما تديهانيش. فانا كان يعني التبعات بتاعت الموقف ده ان حسام وابراهيم كانوا لسه على الاداره الفنيه بتاعت الزمالك، فانا مش هديك الكوره وهلعب لو لعب. وهو بقى المشكله ان حسام اللي كان بيقول اوعى تديله الكوره، راح جاي جاري ماسك في جوزيه، فين فير بلاي، حاجه غريبه، مع انك انت كنت الماتش اللي قبليه على طول ولا عندك فير بلاي ولا عندك فير اي حاجه. فيعني حاجه فظيعه بامانه يعني. فان انت تقارن القصه ببعض، دي كانت فتره. انا دلوقتي لو الاتحاد
بيعمل معاك الحركه دي وانت عملتها معاك حق، ما بيعملهاش معاك خلاص، المفروض انت تحترم الحكايه دي وبتاع.